البيانات العسكرية. البيان السادس بالذات له قيمة جميلة جدا في تاريخ مصر. بيان صادر من القيادة العامة للقوات المسلحة المصرية بتاريخ 6 أكتوبر الساعة 4 مساء. نجحت قواتنا المسلحة في عبور قناة السويس في نقاط عديدة، واستولت على نقاط العدو الحصينة في الناحية الأخرى، ورفع علم مصر فوق الضفة الشرقية للقناة. البيان ده هو اللي هز مصر، واللي لازم شبابنا يعرفوه ويحفظوه زي ما انا حافظه. البيانات توالت بعد كده لغاية يوم 23 أكتوبر لما بدأت السويس تبقى هي عروسة البيانات، واحنا في الهجرة وبنسمع فجأة ان السويس بيحاول العدو الإسرائيلي انه يحتلها بعد صبر 6 سنين واكتر بعيد عن البلد. كمان هنا اتكتبت القصيدة دي: السؤال في كل عين، والليلة دي يا حبيبة ليلة أتقل من سنين. البيان طالع مسهم والأذان مرفوع حزين، والبيان في المرة دي عنك انتي، والإذاعة محتفية بيكي انتي يا مدينتي، يا عيون الفجر وشطوط القمر. احنا 6 من البشر جوه أوضة، والعيون مذهولة سودة من السهر، أسرة واحدة. والنهاردة لينا أم هناك بتحفر في الحجر، لينا أم بتنجرح من غير أهات. واحنا في الهجرة الكئيبة كنا بنعد الساعات. كنت بسأل نفسي دايما امتى هيموت السكات، امتى هتنور دروبك والحارات، امتى نسمة ركس والخور والزيتية بتنطلق. وفي أذان العيد لقيت السكة بينا بتنسرق، والإذاعة تقول بيان، والعباد بتصلي للعيد الصغير، والأذان مرفوع حزين. فالليلة دي يا حبيبة ليلة أتقل من سنين، ليلة فيها القلب ساهم مش فاهمها. بعد هجرتنا اللي ملت مننا وملينا منها، يتخنق بينا الطريق، نفترق تاني النهاردة تاني وبحق وحقيق. يا مدينتي لو تهوني على الليلة دي ما تهونيش على التاريخ. موتك انتي يوم ميلادي مش معدي بدون صريخ، مش معدي بدون دماغي تنفصد. بعدين خلاص نتولد من بين اهاتك، نتولد طلقات رصاص. هوني عنك عذابك، هوني عنك جحود الخلق والضيق والأنين. قلبي عندك يا 40. ما الليلة دي يا حبيبة ليلة أتقل من سنين، ليلة فيها القلب ساهم والأذان مرفوع حزين.